السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أصدقاء الرياضة، استعدوا لرحلة جديدة فيها أخبار ساخنة ومفاجآت من العيار الثقيل عن نجوم المنتخبنا المغربي، والبداية من محطة اسمها إبراهيم دياز. يلا نبدأ جولتنا. في الساعات الأخيرة ظهرت تقارير نارية من الصحافة الإسبانية وبالضبط من جريدة فيشاخيس، وقالت بالحرف: نادي باير ليفركوزن الألماني مهتم وبقوة بالنجم المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد. الخبر نزل كالصاعقة، والناس كلها بدأت تطرح سؤالا واحدا: لماذا ليفركوزن يتحرك الآن؟ وما سر هذا الاهتمام المفاجئ؟ الجواب بسيط: ليفركوزن فقد نجم الفريق فلوريان فيرتز بعد انتقاله إلى ليفربول، والآن هم في سباق مع الوقت للعثور على بديل بنفس الجودة، وكل الأنظار توجهت إلى دياز. والجريدة تقول إن ليفركوزن مستعد لتقديم عرض كبير لدرجة أنه قد يحرج ريال مدريد نفسه. وهنا تبدأ القصة تتعقد. المدرب تشابي ألونسو يريد بقاء دياز، بل ويعده بدور أكبر الموسم القادم مقارنة بفترة أنشيلوتي. لكن ليفركوزن لا يقدم فقط وعودا، بل لديه مشروع واضح وميزانية قوية وهدف محدد: أن يكون دياز نجم الفريق الأول. الجريدة أوضحت أن دياز سيكون لاعبا أساسيا في مشروع ليفركوزن، وهو شيء لا يمكن أن يحصل عليه بسهولة في ريال مدريد، خصوصا بوجود فينيسيوس ورودريغو ومبابي. والمفاجآت ما زالت مستمرة. هناك ناد آخر دخل على الخط، هو أرسنال الإنجليزي. الصحفي الإسباني دييغو مينغيل قال إن المدرب ميكايل أرتيتا استفسر بنفسه عن دياز، وهناك حديث عن عرض قد يصل إلى 50 مليون يورو. لكن السؤال: ماذا عن ريال مدريد؟ هل سيبيعه؟ الجواب الرسمي حتى الآن لا، لكن إذا دياز طلب المغادرة الأمور قد تتغير تماما. وهنا يكمن القرار الصعب: هل يضغط دياز ويرحل بحثا عن دور البطولة، أم يختار البقاء في مدريد والمنافسة على دقائق لاعب محدودة؟ خلاصة هذه المحطة: الأسابيع القادمة ستكون حاسمة، وسوق الانتقالات الصيفي قد يحمل معه تغييرات كبيرة، وكل خطوة من دياز ستكون تحت المجهر. لكن الرحلة لم تنتهي. محطتنا الثانية: نجم المنتخب المغربي قائد الأسود الأسد المغربي أشرف حكيمي، وهذه المرة الخبر مفرح جدا. في بطولة كأس العالم للأندية خلال المباراة بين باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد الإسباني، حكيمي قدم مباراة خرافية وكان أفضل لاعب في الميدان بشهادة الجميع. جريدة سبورت الفرنسية كتبت: اللقب الأوروبي الذي حققه باريس سان جيرمان هذا الموسم لم يكن ليتحقق لون نجوم مثل حكيمي، هو أحد الأعمدة الإنجاز. وفي المؤتمر الصحفي حكيمي ظهر وصرح بكل ثقة: الآن علينا أن نثبت قوتنا على أرض الملعب، وكأنه يعلن التحدي ويؤكد أنه مستعد لحمل المسؤولية. أما جريدة جيف مي سبورت البريطانية وصفت حكيمي بأنه قوة هجومية لا توقف من الجهة اليمنى، وكل لمسة منه تشكل خطرا. وتخيلوا هذا الرقم: 54 مساهمة تهديفية منذ انضمامه إلى باريس، وهو يلعب كظهير أيمن، رقم يحترم ويعتبر إنجازا حقيقيا حتى للاعبي الوسط والهجوم. واليوم حكيمي في عمر 26 سنة فقط، وهذا الموسم الأفضل في مسيرته حتى الآن. طموحه لا حدود له، والمستقبل أمامه مفتوح على مصراعيه. دوركم الآن عزيزي المشاهد، ما رأيكم أنتم؟ هل يجب على إبراهيم دياز أن يخرج ويبدأ تجربة جديدة كبطل أساسي؟ وهل تتفقون أن أشرف حكيمي أصبح رمز باريس سان جيرمان الأول؟ اكتبوا لنا في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، لأن القادم أحلى بإذن الله. إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، أستودعكم الله وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، مع السلامة.